تكونوا بخير. ان انا هعمل النهارده وصفه سهله، لبن حليب مكثف، مقادير واحده بنفس الكوبايه، كوبايه سكر بودره، كوبايه لبن بودره، نص كوبايه ميه سخنه، معلقه كبيره سمنه او زبده او سمنه فلاحي اللي عندكم متوفر. حطينا نزلنا بالميه، لازم تحطوا الميه الاول عشان لو حطيتوا اللبن البودره او السكر البودره هيتكتل من تحت. فاحنا هنا هنحط الميه تحت، وبعد كده هنحط اللبن البودره والسكر البودره من فوق، عشان لما نيجي نساعد الخلاط ان هو يضرب ما يتحرقش. احنا بنعمل وصفه مش عايزين حاجه تبقى كارثه، احنا بنمشيها ببركه ربنا. فهنا حطيتهم كلهم فوق بعض وضربتهم كويس. لو الخليط تخين نزود ميه، لو الخليط فيه سنه يبقى ميه شويه نحط سكر بودره او نحط لبن بودره، وغالبا هنحط لبن بودره لان السكر هيبقى مسكر قوي، فخلينا نحط لبن بودره. بس المقادير دي حلوه، يعني المقادير اعتمدوا دي عليها هتبقى حلوه معاكم. هنا بصوا مسافه بس ايه ما بقلب كده اهو. بص هو نساعد الخلاط نقلب، ايوه نقلب. هو هيبقى مش تخين قوي لان لسه هيحط بيتخن او بيتقل اما بيتحط في التلاجة، ولازم تحطوه في التلاجة عشان ما يبص، بالذات في الحر. ده هيساعدنا في وصفات كتير. يعني انا عملته في كيكه، هنزل لكم المقادير بتاعه الكيكه، طعمه تحفه زينتها بيها وهنزلها لكم بعد دوت. وممكن ايس كريم برضو بيتحط له لبن محلى، بندخله في حاجات كتير قوي. بصوا سمكه ازاي هنا دلوقتي، وكمان هيتغير اما يتحط في التلاجة اهو. بصوا سمكه ازاي، وهيتخن عن كده كمان. في الوصفات اللي انا هعملها هزود له شويه ميه عشان لقيته تقل في الفريزر في التلاجة، لقيته تقل في التلاجة. ولو انتوا مش هتستخدموه في نفس الساعه، يعني انا مثلا استخدمته في الايس كريم، استخدمته في الكيكه، افرضي انت مش هتستخدميه دلوقتي حطيه في الفريزر، مش هيغير من طعمه، مش هيغير منه اي حاجه، عشان نحافظ عليه. تمام. ما تنسوش تصلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، وتدعوا لي دعوه حلوه منكم، وما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وكومنت حلو منكم، وتشوفوا بقيه وصفاتي. وصفه حلوه جميله جدا وغاليه قوي، وطعمها حلو قوي قوي، تستخدموها في اي حاجه حلوه. ولسه في وصفات تانية، وهعمل لكم النوتيلا. ماشي، يلا سلام.